قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا أيضا مما يقتضي الخوف الشديد من الشرك، لأنه يدل أن النار قريبة جدا من المشرك، ليس بينه وبين أن يدخلها إلا أن يموت، ليس بينه وبين أن يدخل النار إلا أن يموت. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إذن النار قريبة من المشرك. والحديث فيه تفسير للا إله إلا الله، الحديث فيه تفسير للا إله إلا الله. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فلا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة كلها بما فيها الدعاء لله سبحانه وتعالى، والدعاء حق لله. من دعا غير الله أشرك وكان من أهل النار. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والقرآن في آيات كثيرة جدا في هذا الباب. فالذي يدعو من دون الله ندا يدخل النار، ندا أيا كان، سواء دعا صنما أو دعا رجلا أو دعا وليا أو دعا شجرا، أيا كان ندا. الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. من يقول في دعائه مدد يا فلان يخاطب وليا من الأولياء أو ملكا من الملائكة أو رجلا من الصالحين أو غيرهم اتخذ ندا، اتخذ مع الله ندا. وكان من أهل هذا الوعيد: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالحديث فيه الخوف من الشرك، وأن النار قريبة من المشرك ليس بينه وبين أن يدخلها إلا أن يموت. نعم.